هل في حاجه اسمها خوف من الارتباط؟ حلو. ولا ده مصطلح الرجاله اخترعته علشان لما يضرب المفك يعرف يطلع يجري؟ يعني في جزئين هنا. ايوه، وعايزك تبقى صريح معايا. في جزء منها انا اصلا عندي فير اوف كوميتمنت والحقوني وعندي مشكله، وفي جزء انه دايما بيقول انه الفير اوف كوميتمنت هو العرض مش المرض. يعني ايه؟ يعني احنا بيبان ان احنا الشخص ده عنده فير اوف كوميتمنت، بس الموضوع اعمق من كده شويتين. هو عنده في الاصل عنده فير اوف سيباريشن، خوف من الفقد، عنده فير اوف تكرار الالم، خايف من تكرار الالم. طب هتقولي ممكن واحد ما دخلش في علاقه، ايه تكرار الالم؟ بدأ من علاقته بالاهل والام وهو صغير. فهو الموضوع عميق جدا، ان انا ممكن بيتبني عندي معتقدات مشوهه عن العلاقات من وانا صغير. بيوصل لي مسج كده من وانا صغير انه احتياجاتك محدش هيلبيها لك. فانت مهما بقى دخلت قابلت ناس ظريفه ولا لا، انا مش عايز اكمل معاهم، لانه معتقداتي اللي اتبنت ان العلاقات دي مش هتكمل، العلاقات دي اخرها الم، العلاقات دي هتخليك تفقد حريتك. دايما نسمع كلمه اللي عنده فير اوف كوميتمنت شويه يقول، او البنت بس تقول انا فراشه محلقه مش عايز حد يعقد لي حياتي، والولد يقول مش عايز حد يخنقني. فمعتقدات مشوهه اتبنت من وانا صغير مكمله معايا، لا انا مش عايز اكمل في حاجه في ارتباط.